الجو وحش جدا، وابتدى يبقى وحش جدا 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 هنا في المانيا. درجه الحراره النهارده 2. الجو ساقع قوي بره، زي ما انتم شايفين الدنيا بتشتي ومغيمه جامد. فانا يعني حبيت اخد نصيحه من زمايلي الالمان ازاي بيتعايشوا يعني مع الجو ده من غير ما يجي لهم اكتئاب، او يعني ما يبقاش عندهم شويه ديبريشن اللي احنا يعني بنحس بيهم هنا كل يوم بسبب الموضوع ده. فحد منهم قال لي نصيحه وهي انك تشتري حاجه اسمها زونن ليشت لامبا. تشتري لمبه نورها اضاءتها تكون جامده. هما بيقولوا عليها زونن ليشت اللي هي كانها ضوء شمس. يعني هي بالمصري كده كانك مثلا جبت تليفون كشاف، الكشاف اللي في التليفون وفتحته في عين حد فاكيد هيعمل كده، اللي هو يعني هيفوق بقى من الصدمه اللي هو فيها دي. فهنا نفس الكلام، نفس الكونسيبت بتاع الزونن ليش لامبا ده، اللي هو بتشغلها ليها برنامج معين، عدد دقائق معينه المفروض بتشتغل 20 دقيقه او حاجه، وشك بيبقى معرض للضوء ده كانك معرض للشمس. بس هي فكرتها كلها زي اللمبات النايلون اللي هي ضوءها ابيض، فما فيهاش اي حاجه مختلفه بصراحه. فانا مش عارفه، لو حد فيكم كان جربها يقول لي لو فعلا يعني حسيته ان هو يعني عنده اشراق في الحياه وحس انها فرقت معاه يعني في يومه، ولا ما فرقتش خالص. يعني في النهايه دي حاجه انت بتعملها مؤقته، مش هينفع تمشي باللمبه في الشارع طول اليوم والجو عامل كده. يعني دي زي علاج كده، ثيرابي، بس حاجه ترانزيانت كده لما تصحى من الصبح وحاسس ان انت مش عارف تبص من الشباك، الدنيا ضلمه خالص، فبتعمل الموضوع ده. ف يعني على حسب، هما بيقولوا ان هي ساعدتهم. انا يعني مش عارفه لسه ما حسيتش انها اثرت في حياتي قوي بس لو حد فيكم كان جربها يقول لي بيستعملها يعني قد ايه، ولو كانت فرقت معايا يعني في يومه. وبس كده. تشاو.